يعني لانها الحدود بعيده قوي قوي. هنا يجي السؤال، حلمك بالخارجية المصرية ابتدى ازاي؟ حلمي بالخارجيه المصريه ابتدى منذ نعومه اظافري زي ما بيقولوا، لان انا اتاثرت باحدى اقربائي وهو السفير انيس نعمة الله. وكان سفيرا عظيما وانسايكلوبيدي المعلومه فانا بهرت بهذه الشخصيه المتميزه، وابتديت اقرا في السياسه. يعني انا دراستي ادبيه، في يعني تخصصي كان ادب انجليزي اساسا. انما الاطلاع على السياسه من خلال الكتب ومن خلال الجرائد اليوميه والصحف، ابتديت اتشد اساسا لفكره العلاقات الدوليه، لانها كانت بالنسبه لي هي يعني بالظبط بتفكرني بتشيس جيم، او عارفه حضرتك رقعه الشطرنج، اللي هي وضع استراتيجيات للتحرك وامكانيه التفاعل والتعامل والتاثير في الاخرين حتى تصلي الى هدفك. انا حبيتها يعني، وحسيت ان فيها جزء كبير من الابداع. يعني مش ليست وظيفه جامده، وظيفه فيها كتير جدا من التاثير الشخصي للدبلوماسي كمبدع، وقدره على اداره الملف، وقدره اساسا على التفاوض والتعامل مع الاخرين، والتعامل بقى مع المجتمعات الدوليه المختلفه. لان دي موهبه، القدرة على التعامل مع كل جنسية، يعني الدبلوماسي وثقافة مختلفة. بالظبط كده. دي قدرة متميزة بتؤثر، يعني بيتأثر طبعا بالآخرين، إنما بتؤثر أساسا في تحقيق المصلحة العامة للدولة، وبتؤثر في شخصيتك طبعا. أكيد. ما فيش حضرتك حد بيتفتح على عوالم مختلفة من غير ما يبقى بيتأثر بيها. يعني عشان كده أنا بشوف إن الأطفال اللي يعني بيواجهوا ثقافات مختلفة وثقافات لدول مختلفة، هم محظوظون، لأن هم بيكتشفوا إن الدنيا ما بتنتهيش عندهم. الدنيا بتبتدي في المكان اللي هم فيه، بتبتدي في دولتهم، في محيطهم، في جيرانهم، في منطقتهم اللي هم عايشين فيها. انما ما بتنتهيش هنا، وما بتنتهيش في حتة، لان هي مجرد الاطلاع على ثقافات مختلفة بيخلق له نوع من انواع التنوع الغني اللي بيثري الشخصية. وعندما يتم اثراء الشخصية بتبقى خلطة كده زي خلطة مصر، اللي هي خلطة سوهاج جنسي. حابين نعرف